مرة تانية على باب مصر، وجاء موعد الفقرة الثانية وبابا السلام على أرض السلام. بتقام غدا ان شاء الله زياره البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في زياره هامه جدا 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 الى ارض السلام، الى مصر الحبيبه. ان شاء الله هيكون موجود. الحقيقه هذا الرجل يمكن قبل زيارته كان بيتكلم في حاجات بتعبر عن روعه شخصيته. قال انا مش عاوز عربيات مصفحه، انا عاوز عربيه صغيره بس انتقل فيها. انا يا جماعه عاوز اروح اكتر من مكان واشوف مصر، عاوز ازور اكتر من كنيسه وازور الاماكن اللي حصل فيها بعض التفجيرات اللي حصلت اخيرا زي موضوع طنطا واسكندريه وغيرها. راجل جميل وبيتكلم بجمال الحقيقه. طبعا احنا يعني مع احترامنا الكامل لشخصه في انه مش عاوز عربيه مصفحه، لكن شخصيه بالحجم ده لازم ولزاما انها لازم طبعا مؤمنه بصوره كبيره. ودي الحقيقه طبعا احنا مستعدين لهذا التامين العظيم لضيف عظيم زي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان. بالتاكيد غدا برضه هيلقي كلمه سيادته في مؤتمر الازهر حول السلام، مش كده يا عبير؟ مؤتمر هو انطلق اليوم فعاليات مؤتمر الازهر العالمي للسلام تحت رعايه الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الازهر رئيس مجلس حكماء المسلمين. وهذا المؤتمر بحضور عدد من القيادات الدينيه من انحاء العالم. ومن المقرر ان يلقي بابا الفاتيكان البابا فرانسيس كلمه خلال فعاليات المؤتمر اللي هيناقش تقريبا 4 مواضيع ومحاور رئيسية تتمثل في معوقات السلام في العالم المعاصر والمخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهم على السلام، ثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول. كمان المؤتمر هيبقى بيعقد على مدار يومين وهيبقى فيه نوع من الكلمات الهامة جدا لكل رموز الأديان العالمية اللي هيجتمعوا على أن كل الأديان بتدعو إلى السلام، وهيدعو كل أتباع هذه الأديان إلى الاقتداء بهم، إن هم يكونوا في الأول وفي الآخر رعاة سلام داعيين للسلام. ده أهم حاجة. هي رسالة مشتركة الحقيقة، يعني أكثر من رمز ديني هيكون موجودين بكرة، وهيلقي هيقوموا بإلقاء هذه الدعوة أو يعني بنشر هذه الدعوة للعالم من الأزهر الشريف. وإن شاء الله هتكون حاجة من أروع ما يمكن بكرة بإذن الله رب العالمين. اسمحوا لنا نرحب بضيفين كريمين الحقيقة هنفتح معاهم هذا الموضوع، هنفتح معاهم موضوع زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، بابا السلام على أرض السلام. السيد السفير محمد رضا فرحات مدير إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. والأستاذ دكتور سعيد مدين أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا بك. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. بابا الفاتيكان على أرض مصر، زيارة ليها معاني كثيرة جدا، خاصة إن هو أصر على إن موعد الزيارة لا يتم تأجيله، إن هو يأتي إلى مصر. وعاوزين نعرف بالنسبة للعالم ماذا تعني هذه الزيارة معالي السفير؟ هو في البداية أحب أقول كلمات قليلة عن قيمة أو التأثير بتاع الفاتيكان. الفاتيكان دولة، أصغر دولة في العالم، مساحتها حوالي أقل من كيلومتر، ولكن لها وضع معين لأنه لها بعثات دبلوماسية في 180 دولة، وبذلك تجب حتى الولايات المتحدة في عدد البعثات الدبلوماسية. وطبعا الفاتيكان أو الهولي سي ده إنه كان له سلطة دينية وزمنية، ولكن جاءت اتفاقية وستفاليا سنة 1648 اللي كانت بداية نشأة النيشن ستيت أو الدولة الوطنية والفصل بين الدين والدولة. ولكن ظل للفاتيكان سلطة معنوية وأدبية وأيضا سياسية، بحيث أنه كان لهم دور في ووساطة. مثلا آخر حاجة في الاتفاق اللي تم
اللي أعاد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، وكان لهم دور أيضا سابق على كده بالنسبة لعدد من المشاكل. يعني مثلا مشكلة الصواريخ سنة 62 لما كان يعني العالم على حافة حرب عالمية، فهنا هو بيبعت رسائل للعالم، بيقوم بنشاط وساطة، ولكن هو النشاط بتاعه ما هوش ظاهر بدرجة كبيرة، لكن نقدر نقول إن له سلطة أدبية ومعنوية، بالرغم من إن القوة بتاع الدولة بتستند إلى الإقليم، بتستند إلى المواد وهكذا، ولكن هو باعتباره إنه هو يمثل يعني له سلطة على ما يزيد على 1 مليار من الكاثوليك في العالم. فهو رمز رمز. طيب يعني دكتور سعيد، واحنا بنتكلم الزياره 48 ساعه، البابا هيقابل رئيس عبد الفتاح السيسي، هيقابل دكتور احمد الطيب، هيقابل ايضا البابا توادرس الثاني، هيلقي او هيؤدي صلاه جماعيه في استاد وزاره الدفاع. هذه هي فعاليات المعلنه. ايه بقى اللي ما نعرفوش عن الزياره؟ أولا أنا بحييكم وبحيي حضراتكم، وبتشرف بأنني أكون من أسعد الناس باستقبال هذا الرمز الجميل الكريم. ويحضرني ما جاء على لسان الصحف الأوروبية في أول تعليق لها على زيارة البابا فرانسيس إلى بلد السلام. قالوا أن المسلمين أحرص وأسعد باستقباله من أي فئة أخرى. نعم، المسلمين. وده تأكيد على قول المولى عز وجل: ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم، ده تأكيد لكتاب الله فيما جاء في قرآنه العظيم. أنا وحضرتك وأي مسلم سعداء جدا، وهقول ليه. مش هنسيبها علشان ما تبقاش تحمل الكلمة نفاق، أو كلمة أريد بها باطل، أو كلمة حق أريد بها باطل، أو كلمة باطل أريد بها حق، ولكن سأذكر ليه. طيب إحنا موقعنا إيه كمسلمين في رابطة ربنا سبحانه وتعالى ربطها بين المسلمين والمسيحيين؟ نتذكر أن أم إسماعيل سارة، هاجر أم إسماعيل، هي مصرية، وإسماعيل هو أبو العرب، والأم مصرية، فأصبح إخوال العرب رسمي وبكل اللغات هم المصريين. وأصبحت صلة الرحم تجمع ما بين أقباط مصر ومسلميها بزواج مريم القبطية، ماريا القبطية أم المؤمنين. نعم. أم المؤمنين على رسول الله ورزق منها إبراهيم. عضدت هذه العلاقة وهي من الرحم. نعم. وأصبح المسلمين هم وأقباط مصر على صلة رحم لا تنقطع أبدا. وأصبح المصري القبطي خال للمسلم على عموم العالم كله. نعم. على عموم العالم كله. دي حقيقة. وده فرض وأصلي. ده فرض وأصلي. سيبيني أكمل علشان ما ينفعش أتقطع إلا بقى كده. ليه ما ينفعش؟ لأن ما فيش حد فاهم هذه القصة. اتفضل يا فندم. علشان ده أصول. ده أصول. الأصول أنا والمسيحي ده خالي. أنا هنا ده خالي وينطق بهذا اللغة. وعلشان كده العرب بيجوا هذا البلد وهم آمنين. كل العالم بيجوا هذا البلد وهم آمنين، لأنهم جايين قاصدين بيت الخال. قاصدين بيت الخال، وبيت الخال مأمون، وبيت الخال مقصود عن بيت العم كمان. ولازم يفقهوا كل الناس كده. الناس مش متعشمة، ده حب. المعنى حلو. ده حب في مصر. أيضا إذن مصر، حينما يأتيني هذا مصر الرجل، هي بلد الوصايا العشر لسيدنا موسى، فهي احنا ما بنناقش مكانة مصر الآن. أنا بتكلم في جزئية في زيارة أنا كنت لازم أقول، لأن ده إحساسي أنا حاسه. احنا ما فيش حاجة في مصر بتحصل. حضرتك قلت لي هقول لك حاجة عن الزيارة محدش يعرفها. ما أنا قلت أهو، ما هي الزيارة جاية توطيد من إيه؟ لا، من دي حلوة. هي رسالة محبة. أيوة، جاية من مبدأ الأصل اللي موجود في القرآن وموجود. إحنا علاقتنا ببعض علاقة أبدية، علاقة غير منقطعة. فكون إن هو يأتيني لتجديد
وتوثيق هذه العلاقه. هو مش جاي عشان ارهاب. هو رسالة مصر ما فيش سلام فيها ومحبة. مصر ما فيش فيها ارهاب. ويكفيني هذا الرجل حينما قال والله مصر ما فيها إرهاب. ما في مصري ابدا يستحيل انه يسير نقطه دم، انما كلها افعال غوغائيه من اعداء هم معروفين ومعلومين لدى العالم كله. صح. معلومين لدى العالم، حقيقة. انا وانتوا كل الناس عارفين من هم الارهابيين وغيرهم، لكن المصري حينما كنت ياتي تتفرج على روعه جمال مصر النهارده في المؤتمر الشباب. بس صح يا فندم. بس اهي ايضاحات اهي. لما يجي الراجل يقول لك انا همشي في عربيه مكشوفه، ماذا تعني من دلاله؟ تعني من دلاله ان السياحه في مصر ستكون في اسعد اوقاتها. تعني ان مصر بلد امنه اعلنها للجميع. يعني انا كسياحه كل دول اوروبا حينما ترى هذا الرجل الرمز وهو يسير في سياره ولا حراسه ولا ويجلس فين ويروح يقعد في قريه ربنا بس كولومبية. يستر وتم الزياره على خير ان شاء الله وتتم على خير. ما بحبش اسبق ان شاء الله ستتم على خير، لان احنا ولكن فعلا اسعد الناس بهذا اللقاء وبهذا سيادة الاستقبال. السفير، احنا عاوزين نتكلم عن دعم هذه الزياره للارهاب تحديدا، لمكافحه الارهاب، مش الارهاب طبعا. أيوة. الارهاب لا، لمكافحه الارهاب. آه. ايه الرسائل اللي ممكن يقولها، وليه تحديدا لو البابا فرانسيس هو اللي جه مش حد تاني؟ لا، أنا عاوز أتكلم يعني على مناخ الأفكار العالمية. فكان عندنا يعني سامويل هانتنجتون يتكلم عن صراع الحضارات، وقال إن العدو القادم هو الحضارة الإسلامية أو الإسلام. نعم نعم. وظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود، وظهرت فكرة الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام، ومحاولة للربط بين الإسلام الراديكالي والإرهاب. نعم. من هنا الفكرة دي، وإحنا عندنا بالذات حصلت حوادث إرهابية ومستمرة طبعا في سيناء، وبنجاح القوات المسلحة والشرطة بتتعامل مع هذه الفكرة. إنه هذه الحوادث للأسف بالرغم من الجهود الجبارة الرئيس بيقوم بيها وحاجات دي، إنما في نفس الوقت السياحة بتاعتنا يعني انخفضت جدا. يعني فهنا الرئيس منذ توليه السلطة عمل على الانفتاح على العالم بطريقة شاملة، ومنها الزيارة التي قام بها إلى الفاتيكان سنة 2014. والرسالة اللي الإمام الأكبر بيؤكد عليها هي مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة اللي هو الحقوق المتساوية بين المسيحيين والمسلمين، نفس الحقوق والواجبات. يعني هم شركاء في البلد، ليس انه هم مثلا اهل الذمه، يعني اللي هو مفهوم الدوله المدنيه دلوقتي. فهنا زياره البابا، اولا البابا رجل ارجنتيني، هو بيتعاطف مع الفقراء، بيعمل على نشر رسالة التسامح والسلام. وبالرغم من زي ما سيادة الدكتور قال، بالرغم من حوادث الإرهاب التي طالت الكنائس في مصر، إلا أنه وحداثة وأنها جاءت مباشرة قبل الرحلة بوقت قصير، إلا أنه أصر على إتمام الرحلة. هو هنا بيرسل رسالة إلى العالم بأنه ضرورة التصدي للإرهاب، ورسالة سوليداريتي أو تضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب. وأيضا طبعا بالطبع رسالة تضامن مع المسيحيين. هنا بقى الفكرة اللي احنا بنؤكد عليها، انه الأقباط في مصر ليست أقلية، ولكنهم في النسيج المصري
وانه ونذكر مثلا في ثوره 1919 عندما كان في شعار الصليب يعانق الهلال، ومكرم عبيد والناس دي كلها. يعني احنا مصر يعني كما حاول البعض تصويرها وإيقاع وإيجاد وقيعة بين المسلمين والأقباط، هذه باءت بالفشل بالرغم من ما حدث من حريق الكنائس والحاجات دي. انا بس يعني هستاذن حضرتك ان احنا نحلل بعض الكلمات اللي جت على لسان بابا الفاتيكان. ايوه. هو مش اول بابا فاتيكان يزور مصر، يعني منذ 17 عاما تقريبا في سنه 2000. أيوة. زار البابا جوفاني باولو الثاني مصر وزار سيناء تحديدا كمان. لكن بابا الفاتيكان حينما تحدث عن مصر قال: سأزور مصر بصفتي حاجا للسلام. فهنا هو بيؤكد على ان مصر ارض السلام اللي حضرتك قلت عليها. الصحف العالميه كمان يا جماعه يعني كلها بتتحدث عن ان مصر بلد الاديان السماويه، مصر بلد الوصايا العشر، مصر بلد اللي استضافت سيدنا عيسى رحلة العائلة المقدسة. ورحلة العائلة المقدسة. أيوة. مصر قادرة على أنها هي تكون المتحدث والناطق باسم المحبة والسلام للعالم ككل. والأجمل من كده يا عبير إن في الحوار في المجمع الفاتيكاني بيطبقوا مبدأ أو بيعملوا مبدأ الحوار ما بين الطوائف المسيحيه المختلفه. أيوة. الغير كاثوليكيه تحديدا. وبالتالي احنا هنا في مصر ارثوذكس، معظم المسيحيين اللي في مصر ارثوذكس، في طائف ارمنيه وفي كاثوليكيه وفي كذا حاجه. لكن روعه الزياره دي الحقيقه ان هو بيزور كنائس ارثوذكسيه. ايوه واخد بال حضرتك؟ هو بابا كاثوليكي، وده يعني وده في واحده جميله، رساله جميله. هو على المستوى الداخلي الملي، على المستوى الملي بيحاول يوظف او يحاول. ما هي دي رساله هم اتخذوها ان هم يتقاربوا مع المذاهب او الطوائف المسيحيه الاخرى. وحتى حتى لو كان الاختلاف بالداخل، ولكن كلنا في ايدين بعض من اجل الانسانيه. ايوه، حتى المارونيين بتوع لبنان يعني كان في يعني داخل الكنيسه بسبب العقيده التباين في العقيده داخل المسيحيه نفسها قامت حروب كبيره جدا. ولكن الوقت الحالي حصل بقى فكره ان تقارب بين الطوائف المختلفه المسيحيه، وايضا التقارب مع الاديان السماويه او الاديان الاخرى غير المسيحيه. ومن هنا وانا كنت بس عاوز اقول حته صغيره ان البابا فرانسيس له مواقف مشرفه للانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة والدعوة إلى التمسك بالقانون الدولي الإنساني. ده بقى كلمة عن قانون. أعتقد الأستاذ سعيد، دكتور سعيد، أستاذ سعيد يعني دكتور سعيد، إحنا يعني كل الاستعدادات تمت من قبل القوات المسلحة المصرية في إنهاء الاستعداد للصلاة اللي هتقام يوم السبت إن شاء الله في الاستاد الدفاع الجوي بمشاركة 25,000 شخص. أهمية هذا بالنسبة للعالم والرسالة اللي ممكن توصل للعالم بهذه الصلاة. هو قبل الصلاة هو هيوصل رسالتين. رسالة للعالم كله إنه جاي يقابل رئيس جمهورية مصر العربية، لأنه الإنسان ده ساوى ما بين الفردين المسلم والمسيحي. نعم. وكان كل نصب أعينه وجهده أننا تساوينا، وخلق المواطنة بيننا مشتركة، ولا فرق بين هذا ولا ذاك. وده تبلور في الوثيقة الإنسانية وهي دستور 2014: الناس أمام القانون سواء، وما فيش فرق ما بين هذا ولا ذاك. وده تعضيد أيضا للشريعة الإسلامية أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي. المسألة هي في مجال الإنسانية واحد. فجاء يلقي بالتحية على السيد الرئيس لأنه فعلا استطاع أن يصل إلى حق التوازن. التوازن ما بين طائفتين
هم اساس هذا المجتمع المصري، المسلمين غير هو والمسيحيين. برضه سياده الرئيس ما لقاش صعوبه في الموضوع لان في اصلا محبه بيننا. محبه ما فيش مخلوقه الكلام ده وما فيش عندنا. هذا الامر. ده بنسمعه من بره والله. بس فده كان السيد الرئيس زار الفاتيكان سنه 2014. أيوة. ويعني أيوة. كان قدم له دعوه، وبرضه ايضا الامام الاكبر زار الفاتيكان تمام. وقدم دعوه تمام. العام الماضي. الثاني بقى تاني رمزيه في 30 يونيو. الثاني بقى في مقابله شيخ الازهر. هي يمكن كان المقابله ده قبل 30 يونيو، قبل لسه قبل لسه 30. مقابله شيخ الازهر بتعني اشياء عديده وكثيره جدا، باننا هو اعتراف منا جميعا بالاديان وباقرارها وبصحتها، وان كل واحد يعتقد زي ما هو عايز، والدين لله والوطن للجميع، فلا فرق بين ذاك او ذاك، وجاء الى هذا المكان وبالعكس ده جاء ليعلن المشاركه، لان احنا اللي بدينا المؤتمر واحنا اللي اعلنا المؤتمر، وهو من اتى للمشاركه واقرار ان هذه الارض هي ارض مباركه وارض سلام، ومنها سيكون بدايه السلام، واتى حاجا الى هذا السلام. كلمه تعني كثير جدا، ان مصر قبله للامن والامان، وكلمه لا يعلمها الا خبراء الاسواق العالمية في تسويق عالم السياحة أيضا، وفي تسويق السياحة الدينية وكل الأمور المرتبطة. احنا عندنا أقدم كنائس في العالم. ده تسويق كده مجاني. يعني بقى زيارة البابا الفاتيكان ده تسويق أنا يعني رحت المفروض يعني ان هو بعديه يبقى المسألة بتختلف تماما. أنا رحت سانت كاترين الحقيقة، يعني شفت أفلام إبداع كتير. شفت أفلام كتير يا عمي. إبداع والله. الحقيقة مختلفة. نفسه رعب يعني. يا سبحان الله على الرهبة. يا سبحان الله على الرهبة. يعني انت بتتكلمي رهبة رهيبة يعني. مش وجبل موسى ايه ده ايه الروعة دي اللي عندنا في مصر. احنا فعلا مش عارفين نستغلها سياحيا يا ست سفير خالص فعلا. خالص. وعلشان كده انا بأبارك هذه الزيارة واسعد الناس ليها. ليه؟ لانها هي الراجل ده راجل فعلا جاي خالص، زيارة خالصة لوجه الله. عارف لو قعد قال لك انا هركب عربيه عادي، عربيه مصفحه الناس خايفه عليا، لكن هو يؤكد ان هو لن يرتدع ولن يركب. ده شيء بيصر هو علانيه امام العالم ان هذا البلد بلد امن. يعني صلاه ل 25,000 ما شخص يجي يوصل يقف في قلب استاد مش في كنيسه وحراسات مدججه استاد، ودي عمرها ما حصل لنا على فكره. في نقطه مهمه، ان هو استبق الرحله بتاعته بان هو عمل فيديو ووجه رساله واتكلم فيها عن العناصر الارهابيه دي اللي هي المساله. وايضا وهذا مهم، انه اتكلم عن العناصر او القوى اللي بتمول الارهابيين وتمدهم بالسلاح والتمويل والحكايه دي. فدي دائما الرئيس بيؤكد في الحته دي في الرساله. نكمل بقى الجزئيه بتاعت ال 30 اللي هو استاد الدفاع الشرعي. هنرجع لحضرتك. اتفضل ما كملتهاش. اتفضل. لا خلاص. لا اتفضل كمل. فدلوقتي يعني انا زي ما قلت ان يعني طبعا معروف ان مصر مباركه ومهد الاديان وهذا الكلام، انما للاسف ان احنا في الفتره الاخيره تعرضنا بعض العناصر الضاله اللي الحقت الاذى بالاقتصاد بتاعنا وبالسياحه، ونحن نحاول ان نكافح الارهاب وبالنيابه عن العالم كله. فهنا البابا بيجي رساله يعني في تضامن ومؤازره ايوه بالظبط مع مصر، مسلمين ومسيحيين، وايضا هو يهتم باحوال الطوائف المسيحيه في مصر. ويعني الفكره انه هو بيدعو الى تخفيف المعاناه وبياخذ قضايا العالم الثالث والفقر والتنميه ويدعو. فهنا في معاني انه هذا بابا الفاتيكان لا يمثل فقط السلطه الدينيه، ولكن يمثل سلطه ادبيه ومعنويه، وله ايضا بعض النواحي الايجابيه في العلاقات الدوليه زي ما قلنا في ليه صوت مسموع وليه قيمه وليه ثقل. ليه ثقل خاصه انه يمثل الكاثوليك في العالم وهم عدد كبير جدا،
وايضا الطوائف المسيحيه الاخرى. فهنا احنا عاوزين الفكره بتاعت سماحه الاسلام، الصوره المضيئه للاسلام انه يدعو الى التسامح والسلام ومحو اثار محاولة العناصر الأخرى أن تلحق أن تسيء إلى الإسلام باعتباره الدين قائم على العنف والحاجات دي. فالكلام ده كله وكمان مؤتمر السلام بتاع الأزهر استبقوا اجتماع اللي هو انترفيث دايالوج، اللي هو حوار الأديان بين الحكماء الشرق والغرب، وكان ممثل فيه سكرتير عام الكنائس العالمي. نعم. والشيخ الأزهر الإمام الأكبر تحدث عن المواطنة ودور القادة الدينيين في عملية نشر التسامح واستتباب والدعوة إلى السلام والقيم الجميلة اللي بتاعها. طب دكتور سعيد، حضرتك كنت عاوز تستكمل رمزية 30 يونيو بس لازم ان احنا هنا نوضح ان البابا الفاتيكان كان ممكن جدا ان هو يختار ان هو يؤدي هذه الصلاة باحد الكنائس او في اي منطقة هو يختارها، لكن موافقته على ان هذه الصلاة تتم في داخل استاد وزارة الدفاع واستاد يحمل اسم 30 يونيو لها رمزية. هو الرمزية الأولى طبعا معالي السفير موبايل بداية ليه الاستاد؟ مكان فعلا في أي مكان غير الاستاد. نقفله بعد إذن حضرتك كده هيرن تاني. أيوة. ليه الاستاد؟ الاستاد أنا عندي المسيحية 3 طوائف. كاثوليك كاثوليك بروتستانت الجماعة الأمريكان اللي هو بتاع مايكل أنجلوس اللي هو الثالث. كل واحد منهم الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، كل واحد منهم بينقسم لطوائف، قبطي، رومي، كذا كذا، يعني كل مله من كل طائفه لها 6 ملل او 7 ملل منقسمه على بعضها او كلها واحد. كون ان انا ابدا في استاد ويسمح للجميع، فهنا وحد ما بين الطوائف المسيحيه كلها، وده شيء ديني خاص وبحت هو قصد بيه ورساله للعالم. على فكره كله. مش هتبقى بس فقط قاصره على المسيحيين ايا كانت طائفتهم، لكن ايضا في مسلمين هيخشوا يصلوا. كل هذه الامور هي صلاه جماعيه جماعيه على ودلاله انا في استاد. انا مش في عربيه مكشوفه بقى ممكن تتامن برضه. انا جسمي بيقشعر بتخيل المشهد ده. انا في استاد يوم السبت الجاي. على فكره هتبقى احتفاليه هينقلها يعني العالم كله، اذاعه وتلفزيون بس مباشر. الصلاه هتذاع على كل شاشات العالم. مش اتحاد الاذاعه والتلفزيون، اسمه الهيئه الوطنيه للاعلام دلوقتي. ما تعرفيش ولا انت نسيتي؟ تصطاد لي انت يا احمد. أيوة على شاشات التلفزيون المصري. ايوه بالظبط كده. أيوة. فاحلى حاجه الابتسامه اللي فينا دلوقتي، احلى حاجه السعاده اللي احنا بنشعرها واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم. يعني احنا الحدث عايشينه قبل، وطبعا الحكم على الشيء جزء من تصوره. يعني اذا انا تصورت هذا الامر انا هقدر استطيع ان احكم عليه. هحكم على زياره ان شاء الله ستكون ناجحه بكل الفعاليات ان شاء الله، لانها جت في وقتها. الازهر راح وقدم قبل كده وراح تسامح الاسلام، السيد الرئيس راح وزاره برضه وتقديرا له، وده شيء من الروعه والمكان. كل هذه الامور هو اراد ان يردها في التوقيت المناسب، واحنا دورنا بقى ان الزياره تنجح ايوه وناجحه. لان احنا كمجتمع مصري احنا مرحبين وسعداء جدا بس هناك المتربصين، فاحنا نقول ان شاء الله ما فيش حد متربص ان شاء الله غير حاجه بس. غير الاعداء. هم اعداء الديانتين، هم اعداء الانسانيه واعداء الانسانيه بشكل عام هم اللي متربصين بهذه الزياره، ولن يفلحوا ابدا. ولكن ان الله سبحانه وتعالى ان يتمم هذه الزياره على خير وتحقق المأمول من ورائها بإذن الله رب العالمين. سعدت جدا بوجودكم معايا اللاين النهارده. بشكرك جدا سيادة السفير محمد رضا فرحات، مدير إدارة المعلومات الأسبق بوزارة الخارجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. ألف شكر يا فندم على وجودك معايا النهارده. والشكر موصول للأستاذ الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ألف شكر يا فندم على وجودك معايا. بس النهارده أتحفتنا بالمعلومتين زي العسل جامدين قوي بصراحة. صح. ودايما نراكم ان شاء الله باذن الله على باب مصر في امن وسلام. نراكم ان شاء الله الاسبوع المقبل انا واحمد باذن الله.